طيب، في الفيديو ده احنا هنتكلم ازاي ان احنا نعمل element ونحط فيه محتوى ونحطه في الصفحه باستخدام الجافا سكريبت. انت اكيد في اوقات كتيره منها فكره التو دو ليست مثلا، ان انت لما بتيجي تعمل اد تاسك على اي موقع فانت بتلاقي ان هو راح حط لك element اللي هو تاسك هنا. انا هنا بس ضفت يعني بوتون مع شويه تنسيقات سي اس اس بسيطه، لكن انا هنا هروح اعمل يو ال وهقول ان هي دي الاي دي ده هو التاسكس اللي عندي، والال اي هيكون هي التاسك، تاسك 1 تاسك 2 وهكذا. احنا هنا مجرد بنشرح الفكره، هعمل لهم بس تنسيقات بسيطه. اليو ال الاي هدي لها باك جراوند كولر، ممكن شباك نخليها رمادي، والكولر شباك 3 اف بادنج 10 بكسل، وبعد كده نديلهم بوردر او مارجن 10 بكسل من فوق من على اليمين والشمال مش عايزين. ممكن نخلي ان الباك جراوند يكون غامق شويه، تنسيقات بس سريعه، ممكن حتى اسود مش مشكله. احنا هنا ده مارجن، هستكفي بكده بس مجرد علشان بس فكره التو دو ليست نفسها تبان. هدي بس بادنج ليفت 0 لليو ال بحيث ان هي تكون بالشكل ده. الفكره اللي انا عايز اعملها ان المفروض ان انا لما ادوس على الزرار يروح عامل لي تاسك 3 مثلا. هنا مش هنتعلم ازاي ندوس على الزرار اللي هو الايفنت ده، هنتعلمه في الفيديوهات الجايه، لكن هنتعلم ازاي نعمل اليمنت، وازاي ان احنا نضيف الاليمنت ده، نضيف جواه محتوى، وازاي ان احنا نحطه جوه البيرنت بتاعه. علشان نعمل العمليه اللي قلنا عليها دي احنا محتاجين ان احنا نعمل 3 حاجات بناء على اللي احنا قلناه. الاولى ان احنا ننشئ الاليمنت، ده رقم 1. الثانيه ان احنا نحط له محتوى. الثالثه ان احنا نرجع نحطه جوه الاليمنت الكبير. اللي انا هعمله كالتاني، هاجي هنا هقول له let tasks، وهجيب التاسكس دي وهقول له document get element by id، وجبت كده التاسكس. كده التاسكس بقت معايا. هاجي هقول له let task مثلا، ممكن اسميه task، وهقول له document dot create element. الاليمنت ده ايه بالظبط؟ انا هنا بقول للدوكيومنت اعملي لي element، فبتقول لي نوع الاليمنت ايه، لازم اديه لها div ولا section يو ال ولا ال اي، فاقول لها ان هو ال اي بالشكل ده. لو فتحنا هنا لو رحنا هنا عند الكونسول علشان نشوف الاليمنت ده، هتلاقي ان الاليمنت معمول ال اي. هاجي هنا جوه التاسك ده، فاكرين التكست كونتنت، هاجي هنا جوه التاسك ده هقول له تكست كونتنت وهقول له تاسك 3 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باقي حاجه واحده، انا كده عملت الاليمنت حطيت جواه الكونتنت بتاعي، باقي ان انا احطه جوه التاسكس دي. هاجي جوه التاسكس دي ببساطه واقول له دوت append child، append هنا append child بالشكل ده، وهديله الاليمنت اللي انا عايز اعمل له append اللي هو التاسك. زي ما انتم شايفين تاسك 3 اتضاف. طبعا التو دو ليست ما بتتعملش كده اصلا، يعني المفروض ان انت بتدوس اد تاسك بياخد منك الكونتنت اللي هيحطه وبعد كده بيحطها متدرجين واحده واحده. ما كناش نعرف ازاي نعمل الكلام ده، دلوقتي بقينا نعرف نعمله. هي البرمجه عباره عن سلم بتفضل تطلعه وتجمع افكار مع بعض، وبعد كده بتركب بيهم حاجه او بتعمل بيهم حاجه. هنا بكل بساطه احنا جوه التاسكز ضفنا الاليمنت بتاعنا. ممكن بناء على اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديوهين اللي فاتوا او في الفيديوهات اللي فاتت نعمل حاجه كبيره وفيها شغل كتير. على سبيل المثال انا هاجي هنا هقول له دوت بوردر، وهقول له ان الكلر ان هو ده هياخد بوردر 1 بكسل او 2 بكسل سوليد ريد بالشكل ده. ممكن اجي للتاسك بتاعي اللي انا عملته، الاليمنت اللي انا عملته هنا ده، واقول له تاسك دوت كلاس ليست، وهقول له دوت اد، واقول له خد البوردر بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ممكن ان انا اجي هنا جوه التكست كونتنت بتاعه بعد ما احطه، اقول له تاسك دوت انر اتش تي ام ال، واروح حاطط جواه وليكن بولد، وهقول سترونج وليكن، واقفل البولد ده بالشكل ده. هنا حط هنا، بس هنا الانر اتش تي ام ال غير على التكست كونتنت، يعني هو هنا غير عليه. بس لو فتحنا هنا هتلاقوا ان السترونج هنا محطوط. احنا هنا نشيل التكست كونتنت ده علشان ما يلخبطناش. الفكره اللي انا عايز اقولها ان احنا حتى قدرنا نحط HTML جواه، قدرنا نحط له كلاس. فانت كل اللي احنا بنتعلمه تقدر ان انت تدمجهم مع بعض بشكل ما. لو فكرت في الحاجه
بشكل مظبوط. في الفيديو ده اتكلمنا ازاي تعمل element، تحط فيه محتوى، تديله كلاس، تضيفه على element تاني. يا رب الفكره ان شاء الله ان هي تكون سهله وتكون واضحه، ونكمل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.